السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. مهم جدا لو انت لسه مبتدئة ان انت تبدأي تخلصي كده حاجة صغيرة زي الديكور اللي قدامكم ده. ديكور شيك جدا للمكرمية وهتلاقيه موجود عندك، الخيط واي برطمان. فمهم جدا لو انت لسه مبتدئة تنجزي اي حاجة لو متعلمة كل العقد علشان تحسي كده بانجاز وتحسي ان انت خلصتي حاجة معينة. ومهم ان انت تبدأي بالحاجات الصغيرة علشان تخلص بسرعة وتخلص في نفس اليوم، فتحسي ان انت بجد انجزتي. فتعالوا النهاردة هنتعلم طريقة الديكور الحلو ده، ديكور البرطمان شيك جدا وهتلاقوه يعني في كل بيت مكرمية من الناس اللي هي بتتعلم المكرمية، لان بتبدأ بالحاجات السهلة الاول. فاول حاجة هنستخدمها هي طبعا خيط مكرمية قطن واي برطمان فاضي عندك. فتعالوا نشوف النهاردة هنبدأ ازاي. هنبدأ طبعا باول قاعدة اللي هي الحساب الاطوال، اقص على كام. فتعالوا نطبق النهاردة فيديو حساب الاطوال على يعني الشغل ده. فاول حاجة انا عندي المزورة بالشكل ده وهبدأ اقيس طول البرطمان. فطول البرطمان هنقول ان هو مثلا 15 سنتي. فانا طبعا مش هشتغل 15 سنتي كلهم شغل، فانا مثلا هشتغل لحد مثلا 10 او 9 او يعني من 8 ل10. هبدأ ان انا ده الشغل بتاع العقد بتاعتي، وبقيت البرطمان هيبقى شراشيب، فهيبقى حوالي 3 سنتي مش كتير. فتعالوا نشوف بقى هنحسبها ازاي. يبقى هنا انا عندي طول الجزء المشغول بالنسبة لي 10 سنتي و3 سنتي الشراشيب. تمام. فهنا اهي القاعدة الاساسية لاي مكرمية انت حابة تقيسي طولها فهي دي. وهحط لكم برضو اللينك فوق دلوقتي هيظهر لو انت حابة تشوفي الفيديو كامل، عشان تشوفي لو انت عايزة تعملي كوشن، عايزة تعملي ستارة، عايزة تعملي مراية، تبدأي ان انت تشوفي اللينك هيظهر قدامكم دلوقتي. تعالوا بقى هنا احنا نحسب. انا عندي الجزء المشغول 10 سنتي، وطبعا بنضربه في 8 فهيديني 80 سنتي، زائد الشراشيب عندي 3 او 2 سنتي. فلما هنضرب 2 في 2 هيدينا 4. فانا هحسبها 3 لان الشراشيب هتبقى يعني مش كتير قوي. ف80 سنتي زائد 3 يعني هقص مثلا على 85 سنتي. بس هنا انا قصيت على 80 سنتي ليه؟ لان انا عندي الخيط ده، انا هقسم الخيط ده 2. بصوا انا عندي الخيط ده، تقدري طبعا ان انت تعمليها ببواقي الخيط اللي عندك. فده كان باقي عندي خيط مفيش غير البقرة دي. فبدأت ان انا بصوا افك كده، فاداني سمك الخيط رفيع جدا، وبقى شكله هيبقى شكله احلى على البرطمان لان البرطمان مساحته مش كبيرة. فاهمين؟ فانا اتصرفت. فالجيش بيقولك اتصرف. ممكن بقى ان انت تتصرفي لو عندك مكرمية تخين، فتقدري ان انت تفكيه بالحركة دي وتبدأي. اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجة هنقيس الخيط اللي احنا هنشتغل عليه على البرطمان. تمام. انا بقيسه بالشكل ده، بشوف البرطمان واديت مساحة للربط عندي ان انا اربط البرطمان بالشكل ده كده بس. وهبدأ اقص الخيط، قصيت بزيادة شوية علشان مكان الربطة لو محتاج ربطة تانية او اي حاجة. اشيل بقى البرطمان على جنب وابدأ اشتغل على الخيط اللي انا قصيته بمقاس دوران البرطمان، وابدأ بقى اشتغل العقدة بتاعتي او الشكل بتاعي. زي ما انت شفتوا كده في الاول العقدة عندي يعني زي مثلثات. فاول مثلث ده هياخد معايا 6 خيوط، وقصيت الخيط على كام؟ على 80 سنتي. تمام. 80 سنتي مفرد. وزي ما قلت لكم وهعيدها كل مره في الفيديو ان احنا لما بقولك مقاس الخيط يبقى مفرد، مفيش حاجه اسمها مجوز. سمعتي مثلا من اي حد بيقولك انا قصيت على مثلا 100 متر يبقى متر مفرد، ما بيجيبش الخيط مجوز ونقيسه، لا بنقيس مفرد. تمام. هبدا بقى يعني اعمل عقده التثبيت على الخيط بكل الخيوط اللي عندي. فهنا انا عندي 6 خيوط، هبدأ ان انا احطهم على الخيط. وهنا اهو حطيت ال6 خيوط على الخيط بتاعي ولزقت الخيط علشان يبقى سهل عليا ان انا اشتغل. عندي التصوير الكاميرا قدامي فانا مش عارفة اتحكم قوي في الخيوط، بس يعني الحمد لله اهو على ايه
هقدر ان انا يعني افهمكم اكتر، وقربت شوية الكاميرا. هبدأ بقى اعمل 4 خيوط. اول 4 خيوط، ال6 خيوط دول هيقسموا لي 4 خيوط. تمام؟ ليه؟ لان هم 12 خيط، تقسموا 12 خيط. ف4 خيوط هعمل بيهم، كل 4 هعمل بيهم عقدة مربعة. والعقدة المربعة برضو احنا خدناها بالتفصيل في فيديو، ممكن ان انتي تقدري ترجعي له لو حابة ان انتي تشوفي الفيديو بالتفصيل او العقدة بالتفصيل. وهبدأ اعمل اول عقدة مربعة بالشكل ده، وهشتغل العقدة التانية برضو بالشكل ده. بجيب ال4 خيوط بالشكل ده كده، واول خيط على اليمين بجيبه نمبر 4 كده، والخيط اللي على الشمال بيبقى عليه، وبطلعه الخيط اللي على الشمال من الفراغ، وببدأ اعقد او اربط العقدة. وطبعا قلنا الخيط او العقدة بنعملها مرتين مش مرة واحدة. هعمل بقى من الناحية التانية لان دي عقدة مربعة. حابة تشوف الفيديو كامل للعقدة مربعة هتلاقيه على القناة. يبقى كده انا عملت 2 عقدة مربعة. وهنا خلاص اهو عملت ال3 عقد المربعين بالشكل ده. هبدأ بقى عشان اعمل شكل مثلث، فهبدأ اشيل خيطين من الجنب ده وخيطين من الجنب ده. هيتفضل معايا 8 خيوط، هقسمهم ل4 و4. هعمل هنا عقدة مربعة وهنا عقدة مربعة علشان ينزل معايا بشكل مثلث. فانا عملت زي تناقص لعقدة، عملت بين العقد عقدة من هنا وعقدة من هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فهيديني في السطر ده عقدتين بس. والسطر الثالث هبدأ اعمل عقدة واحدة، هشيل برضو خيط من هنا وخيط من هنا، وهبدأ اعمل عقدة واحدة، وكده هيتكون لي معايا المثلث. وهتشوفوا دلوقتي. وبكده خلاص اهو عملت اخر عقدة، وهي العقدة الاخيرة في الصف الثالث، بتبقى عقدة واحدة. هبدأ بقى اقسم الخيوط زي ما انتم شايفين كده، 6 خيوط على الجنب ده و6 خيوط على الجنب ده. وهبدأ اخد اول خيط وهعمل العقدة المزدوجة المائلة. ودي بتتعمل ازاي؟ باخد اول خيط بالشكل ده، بيبقى ثابت معايا كده، هو ده الخيط الثابت، وبقية الخيوط بشتغل عليها على الخيط ده. الخيط الثابت بيبقى فوق بالشكل ده كده، والخيط المتحرك بيبقى جاي من تحتيه. وهبدأ اشتغل العقدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو انا عاملة العقدة المزدوجة بالتفصيل على القناة. هبدأ اجيب كده اهو، بعمل بالشكل ده كده، وابدأ اعود. وزي ما قلت لكم نعملها مرتين بالخيط. وهكمل بقى بقية الخيوط بالشكل ده. وهنا خلصت اهو الجنب بالشكل ده. هبدأ برضو اشتغل نفس الخطوة الجنب التاني بالخيوط اللي متبقية معايا، وده الخيط الثابت. هنا خلصت الجنب ده والجنب ده. هبدأ بقى اقفل المثلث، باخد الخيط اللي جاي من الجنب اليمين بعمله هو الثابت، والخيط اللي جاي من الجنب الشمال بعمله هو المتحرك، وببدأ اعمل العقدة المزدوجة المائلة بالشكل ده. وده اول مثلث خلص معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكله حلو جدا وبسيط، وهيبقى جميل جدا على البرطمان. هبدأ بقى اشتغل نفس المثلث ده مجموعة بقى من المثلثات زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ كل ما اعمل مثلث مثلا و2 و3 ابدأ اقيس بالشكل ده كده على البرطمان بتاعي. لقيت خلاص كده تمام كله كامل، وبقى المساحات بين كل مثلث ومثلث مظبوطة. هبدأ بقى اربط الخيط، وهقول لكم ازاي هندريه دلوقتي. هنا بقى بربطه ربطة عادي جدا. حسيت ان الربطة ممكن تتفك، رحت ربطت ربطة كمان بالشكل ده. هبدأ بقى اجيب العقد من الجنب ده ومن الجنب ده
مش هتبان. الخيط اللي نازل بقى هعمل بيه ايه؟ هشتغل بيه. بصوا انا هنا اخر مثلث معايا ما اشتغلتهوش، هشتغله وانا بعد لما ربطت، يعني انا خلاص كده. بصوا لو لاحظتوا هتلاقوا اخر مثلث انا مش شغالاه، هشتغله بقى وهو على البرطمان. بصوا بقى بشوف كده كل المساحات متساوية، هبدأ اشتغل. وانا بشتغل بقى العقدة المربعة اللي هي جنب الخيط اللي نازل ده هاخده تحت الشغل. فاكرين لما كنا بنعمل في الكروشيه مثلا بتنضفي الشغل تحت، يعني لو في خيط زيادة بتنضفيه وانتي شغالة، احنا هنعمل كده. هتشوفوا دلوقتي معايا. تمام، بعمل المثلث عادي اهي، جت العقدة المربعة الاخيرة. شايفين الخيط اللي نازل ده؟ هاخده مع الخيطين الثابتين اللي انا بشتغل عليهم، علشان البرطمان معايا ما يفكش بعد كده، ويبقى شكله ان هو منظم، وتحسي ان هو ما فيهوش اي ديفوهات. شايفين العقدة اللي انا عملتها باينه ان هي عقدة عادية كأني شغالة فيها على الخيط، والخيط اللي نازل بقى ببدأ اخفيه تحت العقدة كده المربعة بالشكل ده. والخيط اللي نازل ده هبدأ اقصه عادي جدا لان انا خلاص متحكمة ورابطة على الخيط بس. وهشتغل بقى بقية المثلث عادي زي ما بنشتغل. وتعالوا اقول لكم خطوة كمان بس هعملها عشان اربط المثلثات مع بعض. هبدأ بين كل مثلث ومثلث هعمل العقدة المربعة، هو ده اللي انا هعمله. بين كل مثلث ومثلث هعمل العقدة المربعة. وهبدأ بعد كده بعد لما اعمل بين كل مثلث ومثلث العقدة المربعة، هبدأ بعد كده اشتغل عقدة مربعة تاني يعني بعد كده. يعني بصوا دلوقتي هتشوفوا معايا، انا خلاص عملت اهي العقده المربعه، هبدا تحتيها كده هعمل عقده مربعه برضو وجنبها عقده مربعه كشكل جمالي بس مش اكتر، ان يكون الشكل متناسق مع بعض. بصوا هنا عملت اهي تحتيها، وهعمل تحتيها واحده كمان، هعمل بقى في كل الجوانب بالشكل ده بس. وهيبقى معايا شكل البرطمان، شكله حلو جدا. يا رب تكونوا استفدتوا منه، ولو استفدت مني بس ولو حاجه بسيطه يا ريت تعملي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو مش مشتركه في القناه، وتشيري الفيديو علشان يوصل لكل الناس. ودي طبعا يعني فضلا وليس امرا بس. وهبدأ بقى اقص الخيوط الزيادة بالشكل ده. وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.